من 2014 والعالم بدا كيسمع باسماء فيروسات مرعبه. فيروس ايبولا خلى الناس يعيشوا الرعب والخوف، والعالم كامل كان كيتابع الاخبار بقلق. ايوا سيدي، من بعد جات 2020 وهاد السنه عمر العالم ما غادي ينساها نهائيا، اللي جا فيها فيروس كورونا اللي وقف الحياه كامله، والناس تسدات عليها في ديورها، والمطارات تسدوا وكل شيء تسد، ولينا عايشين في رعب كبير والخوف كان في كل بلاصه. ودابا في هاد الايام بزاف ديال الناس بداو كيهضروا على فيروس هانتا، ولكن السؤال الحقيقي هو شنو هو هاد الفيروس؟ واش فعلا خطير ولا غير خوف زايد وانتشار ديال الاشاعات؟ اصلا هاد فيروس هانتا معروف من زمان وماشي فيروس جديد كيف كيظن البعض. كيقدر ينتقل عبر الفئران، وخصوصا من البول والفضلات ديالها في الاماكن الموسخه والمسدوده. الاعراض ديالو كتبدا بحال اي مرض عادي: سخانه، عياء، الم في العضلات، وكيقدر يسبب مشاكل خطيره في التنفس. ولكن مهم بزاف نعرفوا واحد الحاجه: هاد الفيروس ماشي بحال كورونا من ناحيه الانتشار السريع بين الناس، وما كاين حتى اعلان على وباء عالمي جديد. دابا خاصنا نفرقوا ما بين الحقيقه وبين التخويف ديال السوشيال ميديا. وفي الاخير الوعي والنظافه والحذر مهمين، ولكن نشر الخوف بلا معلومات صحيحه كيخلق البلباله فقط. الا كنتي وصلتي لهنا فراك تفرجتي في الفيديو كامل. ايوا نتايا اللي كتفرج فيا، شنو رايك في هذا الشيء؟ واش العالم كل مره غادي يدخل في خوف جديد، ولا السوشيال ميديا كتكبر المواضيع اكثر من اللازم؟